سواقي الدراجات النارية في اليمن بيعيشوا معاناة كبيرة جدا، لأن البعض بيستخدموا الدراجات النارية هذه بين قوسين الموتورات لعمليات نصب كبيرة جدا. بيسرقوا الجنابي من عرض الناس، بيسرقوا الشنط من أيادي النساء، بيقوموا بعمليات نصب كبيرة جدا باستخدام الدراجات النارية. فالسيئة عمت الكثير، وأصبح سائق الدراجة النارية بيعاني لأن نظرة المجتمع اختلفت، مع أنه الكثير من أصحاب الدراجات النارية بيشتغلوا عليها عشان يعولوا أسر، فاتحين بيوت، بيعالجوا مرضى، متحملين ألف هم وهم. حلقتنا اليوم بتتحدث عن سواقي الدراجات النارية. بنجيب أحد أفراد المجتمع بيعامل أحد سواقي الدراجات النارية معاملة سلبية جدا، بيرمي كل المصائب على راسه. بنشاهد إيش بيكون رد فعل الناس. تابعونا. هيا عزك. تسلم تسلم يا الأهيل. كم عندي؟ والله انت اخبرت. حق ايش هذه؟ شو حق هذا؟ صلى الله على النبي. من المركزي للسبل، من السبل لمفرق جبله اداني 500 ريال. ايه كم انت صاحب موتورات. هذا 500 مشوارك من هنا الصباح من ظهر هذا الحين سك. يا اخي حاسبني حق الله، حاسبني حق الله. ما تخارج ال 500. فهمني ايش اللي ما تخارج؟ المشوار هذا حسابك بعيد. تبوس هذا الحين. ما يخارج. بدون اي عام تور سيء علي. يا اخي اسالك بالله تعال احكم بيننا. شو حسابك روح لك. الله معك. يا اخي لو سمحت تعال احكم بيننا لو سمحت. الله معك من هنا ما يحكم بينك. على ايش يحكم معك؟ يا اخي حاسبني حق الله. ما معك غير ال 5%. انتوا صحاب الموتورات ما انتوا يا اخي شوادم. جيب صرنا نادني انتوا هذا كيف. نصابي. شو الصاد الحين؟ شو يا اخي الصاد؟ حاسبني شو حق الصاد الله. بدل ما عم دحين مسحبك البلاط مسحبك البلاط معك الناس. على كلامه. هذا اخوكم هذا اصحاب المترة. يا اخي حاسبني حق انا الله. اصحاب المترة. بس اكون من المركزي للسبل، من السبل لمفرق جبله، وراعينه بكل مكان نص ساعه ويجي يديني 500 ريال. عقل ايه؟ والله اني اقل. هذا موتور. يا اخي لو سمحت لا ترجع الموتور، لا ترجع الموتور. غلظك الله والله انه نص ساعه، من الساعه 8 وانا بعده ويجي يديني 500. يا اخي انا مالي والله ما هو والله ما يمشي علامه. الدبه البلادي ب1000. انتوا اصحاب الموتورات ما معاش خرج منكم. انتوا هي برا عند السامي. ارعى وبس حرام بالله معاه 500. كيف حرام بالله؟ انه هي ينبذنك ما معك غير 500 هذا. يا اخي مش عباطه ما ليش؟ يجي معنا. لانك سواق موتور. ماله سواق الموتور؟ سواق موتور سارق. ماله؟ نصاب شيء كلهم. للأسف السيئة دائما تعم الجميع. انا ما دراني هذا الحين سارق انت. ليش بتكلم في البدايه انه سارق؟ اضطريت اني نركب اللي عزيز بيسرق الله يمشي شنطوها. عيب عليك. الحرقه مره بشنطه شنطوها. يعني اي حاجه ينطفى. شوف تلفونك كيف عامله عشان لا يسلم مني. الفرق هذا بس عليه. كلهم اصحاب موتورات. ما اصحاب موتورات عيب. اصحاب موتورات. ما مش كلنا سواء، ما مش كلنا سواء. يا اخي صلى الله على النبي لا تغلط، مش كلنا سواء، والله ما هو محترم. راجل مش محترم وانت محترمين. شيال امانه ما سوى لك الا انتم. يا اخي طلع انا نايم. الله تعالى فوقنا يا جماعه. بس هذا صاحب شو صار خلي يطلع ابصر يكون يا اخي صاحب موتور اتوقع مني يسرقك، اتوقع مني ينهبك، يسرق ينبي يدك، يسرق تلفونك. انا عامل هكذا مربوط ربطه. دولة سرق، اصحاب الموتورات سرق، اصحاب الموتورات بس على واجب كلهم سرق. يا اخي اصحاب الموتورات اذول يقول معه معي 3000 ريال. معي 1000 معي هلا. والله صورتك كويس. يا اخي المشكلة جالس يقول اصحاب الموتورات سرق، مشابطين. عيب عليك مش لا كلنا كمان نخرب جنابي. يا اخي انا دخلني انا طالب الله. ما يا سواق شمع تلفونات هذه قصتكم اصحاب الموتورات. عيب يا اخي ماش كلنا سواء، كلنا سواء. انت لو لي قول ما تقسم المجتمع. انا 500 فرق مني يا اخي الله يعطيك. ما تجي ليش رجع لها زلطه. يا رجع لها زلطه. هي الإنسانية ما لهاش زمان ولا مكان. المجتمع عالم. هذا هو اصلا ما يستوي بس اصحاب الموتورات يستوي. ما تبيع شركم. هذا لو انت استغفر الله. دع شمه عيب يا اخي، عيب يا اخي، يا اخي عيب علي. يعني انا طالب الله ما نشوف حاجه حدا. طالب الله او مش طالب الله كل واحد مسؤول عن نفسه.
يعني لو سرق واحد كل الناس سرق. اكيد. انا محبب هذا محبب اصلا. عيب يا اخي، عيب عيب. شمو يا اخي شمو. اسمع على خبر، اسمع على خبر. محبب يا اخي. مو محبب يا اخي عيب علي، عيب. مش كل الناس سوا. يا يا اخي انا طالب الله. نصابي. اسمع سرق. اسمع. حرام بلا شيالي. لا كمان نمشي بجنابي، لا كمان نمشي نسوان مع انشمع. هذه قصتكم يا الموتورات، هذه قصتكم يا الموتورات. امانه يا اخي اصحاب الموتورات، اصحاب الموتورات هذا معه 500. لا تغلط. يا اخي لا بنسيدك، والله ما يصلح. ما معاه نفسك. طالب الله ما يصلح حاجتك. يا اخي طالب الله. يبا انا مسكين جالس تهنجم علي، عيب انا صوتك سكرة. عيب عيب. سميت له. كم كل احنا يا اخي كل احنا اصحاب موتورات. هذا صاحب موتور سارق. هذا سارق. يا اخي خليه عنده ليش؟ ولا عنده ليش؟ اخذ 5%. وانا واحد ما يستغله. حرام بالله معاه 5%. لا نادى. ما بس ما له برايق اليوم انا ما برق معاه غيره. يا اخي بالاول والاخير انت ما دخلت تدع معنا الناس. يا اخي يا اخي تفور دمي يا اخي هذا مش عيش وما انت تفور دم الجميل. اقول لك اصحاب المدرسه هذا انا ما ما عجبني. دخلك، ما دخلني انا. يا اخي انا سموني. ايوه برقه. لا يجي تتزوج منه ولا جاي. اي اجي احكم بيننا. مهما كنت قوي على الناس بيجي الأقوى منك. لا تغلط، كن حدد تمام. كن حدد. ما حد يقول لكم هكذا. مش كل الناس سواء. انت يا عم انا بجدك. الا بعد انت مالك. امان لا اقوم الصف من اول عيد لك منه. انت كلكم اصحاب الكاميرا. انت كلكم اصحاب. روح هناك عند الحين. مريم اتدخلت وبعدين مشيت، ايش اللي رجعني؟ يا اخي ما قدرك، ضميري رجعني، ما قدرك اتحمل بسوي يهزول الرجال ويقول له سارق. دخلت عشان انه قالوا ساعتين الرجال اللي مشور به على 500 حرام. يقول له ما معك الا كذا ويغصبه وانت سارق وانت كذا وانت كذا، وهذا ظالم له. هذا يعني عمل سيء، ماشي من حق عاده المجتمع انه يعمل الشكل هذا. يعني حاجة تستفز واحد. انا اقول قد ربه ما يكون ما معوش بيس، قال لي انا معي بيس. هذه خلاني اتدخل انه قد حاسبها الرجال، قدم عليها الزلط وهذا كان مصمم انه يضارب. يعني قهرني، واللي قهرنا بالموضوع انه صاحب الموتور هادي ومحترم ولا تكلم ولا تفلسف لدرجه انه قدوا لي يضربه ساكت ولا يعني انقهرت صح. يعني منفلته والله لا قرح راسي. يقول اصحاب الموتورات سرق على الايام هذه، من حق واحد انه يفتجع من بعض الناس. بس مش احنا خارجين طالبين الله على اسر، على بيوت، على انفسنا، شاقي على اسره، شاقي على بونص صاحي ما يستاهل حتى 5%. رسالة طيب توجهها للمجتمع بشكل عام. احترم اللي يشتغل بموتور. بعرق جبينه بريال حلال، احترمه وقدسه. بعرق جبينه بريال حلال، ما يقربش الا الريالات حرام، احترمه وقدسه. انه ما حيتهم الناس جمعه، لانه ما يستووش، كل انسان يخص نفسه. الحسنات تخص والسيئات تعم، لذلك ما حدش يجمع على الناس جمعه. ما حد يسكت على الباطل ابدا، كل اللي احنا نقوم ايد واحده لانه باطل. خارج صاحب موتور يكون ايش ما كان خارج طالب الله، انت ما لك علاقه يكون سكران على قولتهم او يكون محشش، يكون له ما كان يكون، هو بالنهايه انا ماليش علاقه به. يكون يتقوا الله فيهم. اللي ما يعينش الظلم هذا انسان عميق. يقدروا ظروف اصحاب الموتورات، اغلب اصحاب الموتورات طالبين الله على اسر. ايش اكثر حاجة استفزتك في اللي حصل هنا؟ انه يقول اصحاب الموتورات سرق. يا اخي لما بسرقوا يهزول الرجال وما حدش يتكلم، رجع ما قدرك يصبر. لما قال له سارق، سارق هذه قدح قلبي، انما الشقي من حق ابوه ولا اكل من حقه. يقول انت سفيه، انت سارق، انت اصحاب الموتورات كلهم سرق. لما يقول اصحاب الموتورات سرق، اصحاب الموتورات مشامطين، اصحاب الموتورات يشمطوا على النسوان الشماط. انا لما يعني يسبوه ويتكلم على بشكل هذا، هو انسان مسكين طالب الله، تعرف شكله انه طالب الله على الاسره، وهو يعني يقول انت سارق انت كذا، وهذا ظالم له. هذا يعني يحرق الدم ويحرق هل كان معاه حق يمداله 500؟ لا ما مش حق ابدا، ما مش معه حق. لكن احنا ندعم الناس اللي نفس الاشخاص هذول، ندعمهم، ما نزيدش نقلل من مستواهم ابدا. ليش تركب معه اساسا؟ جاي الان تتفلسف؟
ومش من حقه اساسا انه يحكم على اي واحد ويقوم يفتري عليه او يتفلسف. ليش؟ معانا أصحاب موتورات شاقين على أسر، فاتحين بيوت، مساجرين بيوت، يعني بيلاقوا صعوبات أكثر من ما تصوروا عقله، ويشقي ليل ونهار يطلع لقمة عيشه هو وأولاده وهو أخوته هو. ومن ضمنهم أنا معي ابن فاتح بيت ومتحمل مسؤولية ويدي صرفه يوميا 1000 لأخته حق جامعة أصحاب الموتورات مش كلهم سرق، يعني 90% أغلبيتهم طالبين الله. أنا موظف ما بش رواتب، ما بش عمل، ما بش، اضطريت اشتغل بموتور، مش عيب ولا حرام، ما اجلس امد ايدي للناس، المهم ان انا ما اجلس عاله، المهم ان انا ما اجلس عاله. إذا عجبتكم الحلقة برجاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس أو مشاركة الحلقة مع أصدقائكم. شكرا.